انا كاهلاوي مستغرب ومصدوم من اداره النادي الاهلي بصراحه. ليه متمسكين بوسام ابو علي؟ يعني هو اللي خلقه ما خلقش غيره؟ يعني الراجل جاي له 8 مليون، يعني بنص مليار. ما تمشوه يا عم، مع السلامه يا سيدي. الباب اللي يودي يابا. في الاهلي نشيلوه على عيننا وراسنا، مشي من الاهلي الله يسهل له. بس ما تيجي نفكر شويه، هو ده ما ياخدكش كمشجع اهلاوي لحاجه؟ ان في كارثه في قطاع الناشئين. ان قطاع ناشئين اكبر نادي في افريقيا والوطن العربي مش عارف يطلع مهاجم بعد عماد متعب، دي كارثه. ده كارثه بكل المقاييس. على اداره النادي الاهلي انها تراجع نفسها للي ماسك قطاع الناشئين، وبلاش الواسطه والمحسوبيه. بص على الدوريات الرمضانيه، فيها مهاجمين اقسم بالله ببلاش الا ربع، لا ب 3 مليون ولا ب 2 مليون. ولا انتوا بتطلعوا مصلحه ولا ايه بالظبط حكايتكم؟